عشق كرة القدم محفور في قلوب الجميع ومش في أرض الملعب فقط، بل في اللحظات اللي لا تنسى اللي عشناها، وخصوصا في عام 2023 اللي كان مليء بالمفاجآت. وعشان كده تعالوا نتكلم عن 5 لحظات حصلوا في عام 2023 هيفضلوا محفورين في تاريخ كرة القدم حتى النهاية. بسم الله. مفاجأة 2023 بدأت بعد انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي بأعلى راتب سنوي في تاريخ كرة القدم، ولكن ده برضه كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم والهداف التاريخي للمنتخبات واللاعب الأكثر تسجيل الأهداف في البطولات الأوروبية، زائد إنه فاز بجميع البطولات مع الأندية، يعني فعل كل شيء في كرة القدم. بس السؤال هو إزاي يسيب التاريخ ده كله اللي صنعه في الملاعب الأوروبية ويروح الدوري السعودي؟ ولكن لن تتوقف المفاجآت، وينتقل كريم بنزيما الى الاتحاد السعودي وهو افضل لاعب في العالم وفايز بالكرة الذهبية. ومن بعدها نشوف نجوم انتقلوا الى الدوري السعودي، وكان ابرزهم الهداف التاريخي المنتخب البرازيل نيمار دو سيلفا. نروح لتاني حدث تاريخي حصل في عام 2023 لا يمكن يتنسي، وهو تتويج مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخهم بعد معاناه كبيره، بعد سحقه لريال مدريد في نص النهائي اللي كان السبب في خروجه السنه اللي قبلها، بعد الرومنتادا اللي عملها الملكي ونجح في تحقيق البطوله. ولكن يعود السيتي من جديد ويسحق الريال برباعيه ويصعد للنهائي ويفوز بالبطولة. نروح لثالث لحظة حصلت في عام 2023 واللي من أجمل اللحظات، وهي تتويج نادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 سنة عن النادي منذ عام 1990 مع الأسطورة دييغو مارادونا. نروح لرابع لحظة وهي تتويج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه وهو عمره 38 سنة بعد قيادته المنتخب الأرجنتيني للتتويج بكأس العالم في اللحظات الأخيرة في مسيرته. ولكن فوز الليو بالكرة الذهبية كان مفاجئ للجميع، خصوصا ان المنافسة كانت مع ثنائي من افضل اللاعبين في العالم حاليا، كيليان امبابي اللي ابدع في كأس العالم وسجل هاتريك في مباراة النهائي، ده غير انه كان عامل موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان ومسجل 46 هدف. ولكن كان المرشح الثالث، ولكن المرشح الثاني كان ايرلينج هالاند اللي فعل كل شيء في كرة القدم هذا الموسم وجعل الجميع يتحدث عنه بعد تسجيله 52 هدف وقيادته للسيتي للفوز بلقب الدوري الانجليزي وهو هداف البطولة، زائد انه اصبح اللاعب الاكثر تسجيلا للاهداف في موسم واحد في تاريخ البريمير ليج، بالاضافه لفوزه بدوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخ السيتي وهو هداف البطوله برضه. ولكن بعد كل الانجازات والارقام اللي حققها هذا الثنائي في هذا الموسم ينجح الليو في خطف الكره الذهبيه. وادينا اتكلمنا عن البرغوث، نروح للحظه الاخيره واللي صدمت العالم وهي انتقال ميسي لنادي انتر ميامي الامريكي بعد ما الجميع تحدث ان الليو رسميا في الهلال السعودي، خصوصا ان اداره نادي الهلال كانت عارضه مبلغ تخطى النص مليار يورو، والجميع كان منتظر عوده المنافسه من جديد ما بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الدوري السعودي. ولكن تحصل المفاجاه وينتقل ميسي الى انتر ميامي ويفتقد كل عشاق هذا الثنائي عوده المتعه والمنافسه من جديد. ودول كانوا اجمل 5 لحظات شاهدناهم في عام 2023. في النهاية حابب اشكركم على دعمكم الشديد ليا في الفترة الأخيرة، ومتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.